مش فاهم. طالما ما بيخالفوش القانون يبقى ايه المشكله؟ واحنا لسه هنستنى الفاس لما تقع في الراس؟ وبعدين افرض ساعات. عمر، قول اللي انت شفته من غير ما تقول رايك فيه. يا باشا مش مواطن وخايف على بلدي، حقي. نادر بيه هو اللي يقرر في الاخر ايه اللي يقلق في اللي انت شفته هناك وايه اللي ما يقلقش. ولو اني مش مقتنع بس ماشي يا باشا. معلش. المهم يا باشا بقى، الشركه دي لقيتها بتعمل مقابلات توظيف. قال ايه؟ عايزين وظيفه مراسل ويلم معلومات. جواسيس يعني، وانا اللي هقول لكم؟ الباشا هو اللي يحكم، وبعدين ما ينفعش تتهم حد بتهمه زي دي من غير دليل. وهجيب دليل منين بس يا جمال باشا؟ ما فيش هانيه هناك. هانيه ايه؟ لا دي واحده قريبتي من بعيد، جمال بيعرفك، بتسلم عليك قوي. طيب يا عمر، قول لي عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ وانا بعمل المعاينه لقيت البت السكرتير اللي هناك خدت التليفون ومشيت بعيد وقالت شالوم. قالت شالوم بس الصراحه بس. بعد كده كملت التليفون صوتها واطي. طيب يا عمر. طيب الله افعالكم. خلاص كده؟ خلاص كده. المعلومات اللي انت قلتها دي انا هبلغها للجهات المختصه. ربنا يسترك يا باشا. الموضوع ده لو نمنا عليه ممكن يكبر بكره، ولو نمنا بكره هيكبر بعده. الموضوع هيفضل. عمر حاضر يا باشا. شوف ساعتك. طيب هنتقابل بكره هنا الساعه 6 كويس؟ معلش يا باشا، ممكن نخليها بعد العشاء او بعد بكره. اصل بكره الجمعه وده اليوم الوحيد اللي بشوف في ابني من الاسبوع للاسبوع، ده بعد اذن سعادتك يعني. طيب نتقابل بعد العشاء. كويس جدا يا نادر بيه، ربنا يخليك يا باشا. شالوم. مش هقول تاني. عنك يا ماما. الله عليك يا سالم يا جامد. اسمك ايه؟ انت وزنك كام؟ يا خراب يا خراب. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. معقول؟ يلا. يا سلام. تعالى. الجمال ده. انت جميل خالص. ايه ده؟ يا ابني الصايع. انت شكلك جميل كله. انت جميل. ايه ده؟ سالم. سالم. في ايه؟ بطني بتتقطع. مالك يا عمر؟ بطني بتتقطع. تعالى. دخلني الحمام. دخلني الحمام. ادخل تعالى. في ايه بس؟ بطني. انتوا هتفضلوا محرقين لي ولا ايه؟ جرى يا رز؟ ما تكلمي الاسعاف، الواد بيموت جوه. اوكي. ايه؟ لو ابي كونتيلو استنفورو. أنا شفت كل شيء. أنت ما تمشي قبل ما نفهم شو عم بيصير. وموضوع الإسعاف تركي علي أنا بتصرف. اوكي خلاص انا كلمت الاسعاف وهم هيجوا حالا. ربنا يستر بقى، ما يجرمش أي حاجة. ريلاكس، مش هيحصل له حاجه. في ايه؟ ديفيد، بدي سيارة إسعاف مع طبيب من قبلنا. بيروح على أوتيل دودوني غرفة 107، بيشوف ولد مصري. ما بدي إياه يروح على أي مستشفى، وما بدي أبداً السفارة المصرية تعرف بالموضوع. فهمت؟ مشانهم. ايه؟ تمام؟ روح تساعد مني. روح تساعد. تفتكر حالته خطيرة للدرجة دي؟ هيبين. يا رب. احنا جنبك اهو، مفيش يا حاجة. رب. Υπάρχει πιθανότητα να είναι δηλητηριασμένος από το πολύ αλκοόλ. ده بيقول لك ممكن يبقى عنده تسمم كحولي. طب ما تقولي له كلنا شربنا ومحدش حصل له حاجة. Olivier Piamet, apotoïde pota, qui ven, affamé tipota.
Υπάρχει πιθανότητα να μην έχει συνηθίσει το πολύ αλκοόλ, γι' αυτό θα του δώσει και μια ένεση για να τον ξεκουράσει. بيقول لك شكله مش متعود على الشرب وهديله حقنه مسكنه. ماشي. Πάντως η ένεση θα τον κάνει καλά. Θα ήταν καλύτερα να τον αφήσετε να ξεκουραστεί και η ένεση που του έδωσα θα τον κάνει να κοιμηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. بيقول لك لازم نسيبه يرتاح، الحقنه اللي خدها هتخليه ينام. ربنا يستر بقى. طب احنا دلوقتي مش كنا سيبناه يروح معاهم المستشفى؟ على الاقل هناك هياخدوا بالهم منه، لكن انا هنا لوحدي علوص. انا بنفذ التعليمات وانت كمان لازم تنفذها بحذافيرها. اوكي؟ اوكي، بس على الاقل نكلم الدمنهور، هو برضه معرفته لازم يعرف. الو، مين؟ معقول يا سالم في حد يتكلم في وقت زي ده؟ عمر؟ ماله عمر؟ بتقول ايه؟ يا نهار ابيض! عنوانك فين عشان اجيلك بسرعه؟ فندق ايه؟ عارفه. Παρακαλώ το δωμάτιο του Σάλεμ Πονί. Σάλεμ. Τισαΐνι με αυτόν τον Σάλεμ. Δωμάτιο 107. خلي بالك من نفسك، واول ما توصل بالسلامه بكلمني. حاضر. واوعى تبص يمين ولا شمال طول ما انت هناك. حتى وانا بعدي الشارع؟ يا سلام، انت فاهمني كويس. وانت عارفاني كويس. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يلعنك يا شيخ، هو ده حمل خمره ولا شرب؟ هو انا يعني ضربته على ايده عشان يشرب؟ ما هو اللي شرب هو مش متعود. وبعدين انا قلت لك الدكتور قال لي انه هيبقى كويس الصبح. اهو الصبح طلع وهو زي ما هو اهو. عمر. عم حودة، انت اللي جابك هنا؟ يلا قوم البس عشان تمشي معايا. يلبس يروح فين؟ ما انا قاعد جنبه اهو. ما دي نتيجه قعدته معاك اهي. طب انا دماغي مدروخه خالص مش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان قعدتك مع الواد البايظ ده هتخلص عليك. يلا شد حيلك وقوم البس علشان اخدك معايا على البيت. لا انا تمام هنا يا عم حودة. مفيش حاجه اسمها لا وتمام. انت امانه هيحاسبونا عليها اهلك اللي في مصر. طلعنيش عيل بعد شبتي. حاضر يا عم حودة، هاجي معاك. حاضر. حاضر ايه يا عم انت؟ لا طبعا انا مش هينفع اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. خلاص بقى سالم. اي نعم عينيا مسدلله وجسمي منمل، بس مش هموت يعني. الله، طب وانا هطمن عليك ازاي بس؟ اديك عارف البيت والتليفون كلمتني عليها بالشهامه. اسند عليا يا عمر. اجيب بس الشنطه يا عم حودة. لا سيب لي الشنطه. طب استنى، انا هاجي معاكم. مش هينفع يعني اسيبه وهو عامل كده. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك يا مصطفى.
بقيت بتشرب سجاير ولا ايه؟ لا يا فندم، بس سيادتك بتشرب. لسه ما عرفتوش عمر ليه ساب بيت الدمنهوري؟ مفيش غير السبب اللي قاله حوده، حس انه متراقب فما حبش يعرضهم للخطر معاه. ده على اساس انه ما كانش عارف انه هيتراقب؟ بذمتك انت مصدق الكلام ده؟